بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوتي في الله، معنا اليوم واحدة من أقوى الرؤى، بل أوشك أن أقول بأنها جامعة لمئات الرؤى المتواترة، والتي تتحدث عن وقت خروج المهدي المنتظر وبلده وأحداث تقع قبل نهوضه بالأمر. هذه الرؤيا منقولة من موسوعة الرؤى في زمن بداية النهاية، وهو عبارة عن منتدى وله مجموعة على الفيسبوك تسمى أصحاب وصحابيات الإمام المهدي، والرؤى مدونة من لسان صاحبها لكن لم يذكر اسمه. يقول الرائي: تونسي الجنسية، السبت 18 شوال 1445 هجريا، 27 إبريل 2024. رأيت رؤيا منذ يومين. رأيت أني في تونس في مدينة جبلية وكأنها رومانية قديمة، وكان في روعي وإنني ذاهب لأرى الإمام المهدي، وكنت أعرف الطريق. وفيه سألني شخص: هل أنت في طريقك للإمام المهدي؟ اصعد الثلاث درجات واعبر الطريق، وفي الجامع المقابل سوف تجده إن شاء الله. فصعدت تلك الدرجات وعبرت الطريق، وبقيت أتأمل في بناية ضخمة جدا لكن لا تشبه الجامع، فيها قباب وكأنها أقرب من الكنيسة أو المعبد إلى الجامع. دخلت البناية وجدت قاعة كبيرة وفسيحة جدا، فيها قباب وفيها زخارف وكأنها رومانية. وجدت شخص فيها بعد عدة خطوات داخل هذه القاعة مستلقي على بطنه نائم، جاء في روعه أنه المهدي. اقتربت منه لكي أتأكد، لأنني رأيته في رؤى لعدة مناسبات، كنت أراه دائما في ضلمة، فتأكد لي أن شكله هو نفسه، متوسط الطول، يميل إلى النحافة خاصة من الأسفل. رأيته في ملابس حضرية، جنس وحذاء وقميص. كان مستلقي نائما على بطنه على خريطة منحوتة في أرضية البناية داخل الرخام. كان له لحية متوسطة سوداء يكثر فيها الأبيض، وشعره غير طويل عادي، كان لونه أسود فيه قليل من البياض. رأسه ملتفت إلى الشرق ومنحني بعض الشيء، وعيناه يخرج منها ليزر أزرق خافت، شعاعين من كل عين، شعاع نحو مكة المكرمة. صدره فوق تونس، بطنه فوق الجزائر. مستلقي يده اليسرى نصف مطلوقة، وكأنه سيلقي لكمة أي سيضرب ضربة حادة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وركبته اليمنى فوق ليبيا، قدمه اليمنى جنوب السودان، وفوق جسر سد النهضة الأثيوبي. ساقه اليسرى وركبته اليسرى في اتجاه الصحراء الكبرى موريتانيا، واتجاه معناها صحراء الكبرى. يده اليمنى شبه مطلوقة بعض الشيء، تمسك القدس ومسجدها. سبحان الله، في مكان الأصابع هنالك مخالب نسر. كان للمهدي مفاتيح وموبايل كانوا موجودين فوق مصر. هناك أسماء وهناك كتابات. من الناحية اليمنى بحر الروم، والناحية اليسرى هناك بحر، وهناك التاريخ لن أذكره لكي لا أسبب فتنة. في الناحية اليمنى في الشرق أي في الخليج هناك امرأة راهبة تكنس لباس أسود، بدأت تكنس من نصف العراق الجنوبي وهي نازلة، مرت بسوريا، كادت تقترب لتصل لليمن وسلطنة عمان. مرورا بكامل كنسة يخرج منه ضوء وتخرج منه نار. نقول وبالله التوفيق. فالرؤيا متحورة حول المهدي، ومن رموز الرؤيا المدينة هي بحسب الرأي وانتمائه، وهي مدينة تونسية، لذا فقلب المهدي في تونس أي الرائي نفسه. وجب البدء بهذا لأن من أول الرؤيا أولوها على أن القلب في تونس، تعني أن المهدي تونسي على حسب حديث الصوف. سألت نافع بن عتبة بن أبي وقاص قلت: حدثني، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الدجال؟ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ناس من أهل المغرب آتوه ليسلموا عليه وعليهم الصوف، فلما دنوت منه سمعته يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عليكم. الراوي: نافع بن عتبة بن أبي وقاص، المحدث
ابن حيان. خلاصة حكم المحدث أخرجه في صحيحه. والحديث هنا عن أهل المغرب، وهي في الحديث عن أهل المغرب العربي أي ما تلا مصر، وليس إلى ما ذهب إليه البعض بأن المقصود هم أهل الشام، معللين ذلك بأن كل ما شرق المدينة هو مشرق وكل ما غرب المدينة هو مغرب. لكن يحكم في الحديث أمرين: أولا معرفته بحديث الصوف، وفي الحقيقة هو لا يميز أهل المغرب العربي عن غيرهم، لكن قول الراوي للحديث قوم عليهم ثياب الصوف، وقوله من أهل المغرب، فالعرب كانت تعلم الأقوام فيقولون من أهل الشام وليس من أهل المغرب، ويقولون من أهل اليمن، من أهل البادية، من الأعراب، من ديار فارس، وهكذا. فقول من أهل المغرب هو دليل واضح أنهم من أهل المغرب العربي. الأمر الثاني أن حديث رسول الله أغلب الظن أنه وقع، فالدولة الفاطمية قامت من المغرب العربي، مرت بمصر وأقاموا عاصمة الخلافة الفاطمية في القاهرة، وغزوا الجزيرة العربية ثم فارس ثم الروم، بقى أمر واحد وهو الدجال. فهل تتقرر الخلافة الفاطمية؟ العلم لله وحده. فلننظر في الرؤية التي بين أيدينا. السبت 27 إبريل 2024 أي عامنا هذا. يقول الرائي: وكان في روعي وإنني ذاهب لأرى الإمام المهدي، وكنت أعرف الطريق، وفيه سألني شخص: هل أنت في طريقك للإمام المهدي؟ اصعد 3 درجات واعبر الطريق، وفي الجامع المقابل سوف تجده إن شاء الله. والقول هنا بشارة للرائي بعد 3 سنوات أي 2027، وهو ما تكرر في أكثر من رؤى، والصعود فيه اجتهاد، وهو المطلوب من الرائي الالتزام والصلاح للعبور من الفتن. نسأل الله لنا وله الثبات. وفي الجامع الكبير ليس مقصود منه المسجد، بل هو الجمع الأكبر، أو ما يطلق عليه أهل الكتاب هرمتون، فهذا هو الجمع الأكبر. يقول الرائي: فصعدت تلك الدرجات وعبرت الطريق، وبقيت أتأمل في بناية ضخمة جدا، لكن لا تشبه الجامع، فيها قباب وكأنها أقرب من الكنيسة أو المعبد إلى الجامع، وهذا ما قلناه بأنه لا يقصد به مسجد ولكن جمع. والرائي يعبر بأمر الله. يقول الرائي: دخلت البناية ووجدت قاعة كبيرة وفسيحة جدا، فيها قباب وفيها زخارف وكأنها رومانية. وجدت شخص فيها بعد عدة خطوات داخل هذه القاعة، مستلقي على بطنه نائم. جاء في روعي أنه المهدي. فربما يكون الرائي ليس في تونس، وإنما في مدينة أوروبية، أو يكون له سفر خلال السنوات ال3 وقبل قيام المهدي. وكون المهدي مستلقي فهو لم يقم للأمر بعد. والاستلقاء على البطن امتلاك، والامتلاك هنا ليس بواقع الامتلاك الفعلي ولكنه المعنوي، فالكل يتحدث عنه، وبالأخص تلك الدول التي يلامسها بجسده، وهي ما يظنه الجميع الآن. فأمريكا تظن بأن المهدي يأتي على سحاب ويضربها من السماء، والقدس وأرض فلسطين تنتظر الإنقاذ، بل أن الكثير ظن بأن المهدي يظهر هناك في تلك الأحداث، وعيناه يخرج منها ليزر مصوب إلى مكة، وهناك بلغ الأمر أقصاه، فنرى استحلال البيت من أهله. كل ما هو خارج عن الدين بدأ ظهوره في مكة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يستحلن البيت إلا من أهله. فيبدأ هلاك العرب. أهم رموز تلك الرؤيا بعد تحديدها 3 درجات أو 3 سنوات كما أولنا. الرمز الأول: مفاتيح المهدي وهاتفه. مفاتيح المهدي وهاتفه النقال، وهما في مصر، وأظن أن المعنى واضح. فمفاتيح المهدي تعني مفاتيح أسراره، منزله، وكل ما يتعلق بالمفاتيح في مصر. وهاتفه هو منبره، وهو ما يسوقنا لقول علي بن أبي طالب: لأسوقن الناس بعصاي هذه ولأبنين في مصر لي منبرا، وهو ما أشار إليه علي بن أبي طالب، قال: يفعلها رجل من أهل بيتي والله أعلى وأعلم. الرمز الثاني هو تلك المرأة التي تكنس، وهي من أوله بدولة الإمارات، تلك التي تدعم الفتن، وهي التي ستدعم الرايات السود بدءا من العراق ونزولا بسوريا دعما لإسرائيل.
وهي التي ستؤجج نار فتنة الرايات السود، وسيكون لها الدعم الأكبر للسفياني فيما بعد. والضوء والنار هي الرايات السود، فمنها رايات الحق ومنها رايات الفتنة التي تجتمع للسفياني. أرجو أن أكون قد وفقت في التأويل، والحقيقة أن تلك الرؤية هي من أخطر الرؤى وأوضحها في أمر المهدي. أشكركم وأذكركم إن كان لكم رؤى في أمر المهدي فساعدوني على إظهارها. يمكنكم إرسالها على رقم الوصف في صندوق الوصف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك.